اليوم سوف أخرج مع أمي لنشتري بعض الملابس إن شاء الله. أريد أن أشتري حجابا جديدا. ماذا لو لم أشتري حجابا؟ لكن جربي يا سلمى، فربما يكون منظرك جميلا بدون الحجاب. لكني أحب الحجاب يا سلمى، أنت ما زلت صغيرة، فدعك من الحجاب الآن، وعندما تكبرين هيا يا سلمى، أسرعي يا صغيرتي، لا نريد أن نتأخر. أريد أن أعرف رأي أمي حول عدم رغبتي في ارتداء الحجاب، لكن لا أدري كيف ذلك. ماذا بك يا سلمى؟ أراك تريدين قول شيء ما. في الحقيقة يا أمي أريد أن أعرف المزيد عن الحجاب. الحجاب يا بنيتي ستر للمرأة المسلمة، أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا من تحافظ عليه تكون مطيعة لله ورسوله وتأخذ حسنات كثيرة. أما من لا ترتدي الحجاب وتكشف أجزاء من جسمها مثل شعرها أو ذراعيها أو رقبتها أو ساقيها، فإنها تكون قريبة من الشيطان عاصية لله الرحمن. فلا بد للمسلمة يا سلمى أن تلتزم الحجاب، وألا ترتدي أي ثياب تراها معروضة في الأسواق، فالزي الإسلامي له شروط خاصة. وما تلك الشروط يا أمي؟ أن يكون ساترا للبدن، فلا يصح أن ترتدي المسلمة ثيابا قصيرة تكشف عن الساقين مثلا، وأن يكون سميكا غير شفاف، لأن الثياب الشفافة تكشف الجسم ولا تستره، وأن يكون واسعا غير ضيق، لأن الثياب الضيقة تصف حجم الجسم وتحدده، وألا تكون به زينة تلفت النظر، كذلك لا يكون به طيب أو عطور، وألا يشبه ملابس الرجال.